مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بالعناوين. دورة تدريبية صحية في بارندو. توزيع مناحل للمعاقين في سجنيتي. الأمطار تحدث أضرارا في أغردات وحقات. مطار حلب الدولي بات خارجا عن الخدمة بعد قصف إسرائيلي استهدفه. وزيرة التجارة الأمريكية تزور الصين لتهدئة التوترات الاقتصادية بين البلدين. واليابان تستدعي سفير الصين إثر تصريف مياه فوكوشيما. السلام عليكم ورحمة الله. نظمت مدرسة مساعدي التمريض في مدينة بارندو دورة تدريبية صحية ل43 من الشباب لتوسيع الخدمات الصحية في ريف الناي. والشباب المتدربون هم من أقاليم القاشبركة وعنسبة وشمال البحر الأحمر والشرطة ومركز الإصلاحيات والسجون. وقال المدير المدرسة الأستاذ توماس زرماريان في مراسم التخريج في 26 من أغسطس إن التدريب النظري والتطبيقي المقدم لمدة 6 أشهر نظم بتعاون وزارة الصحة وصندوق الطفولة اليونيسيف التابع للأمم المتحدة. وأوضح منسق مدارس مساعدي التمريض السيد ميكائيل جهراي أن الدورات التدريبية الصحية المقدمة في مدرستي مساعدي التمريض في بارندو ومندفر إلى جانب التعليم الصحي المنتظم هو جزء من جهود توسيع الخدمات الصحية الأساسية. وقالت مدير وتنمية القدرات البشرية في وزارة الصحة الممرضة القانيش تخل قرقيش إن التمريض المتنقل الجوال يسهم في تطور الخدمات الصحية عامة والرعاية الصحية الأساسية خاصة. وأكد ممثل المتدربين على العمل المتفاني وتطوير القدرات المكتسبة. وأوضح مندوب صندوق الطفولة اليونيسيف في إريتريا السيد سامويل موانغازا إنه لمس من العمل الجاري أهمية الممرض الجوال لتقديم الخدمات الأساسية وسيدعمون مستقبلا مثل هذه البرامج. وقدمت في المناسبة الجوائز للمتدربين المتفوقين. قامت الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب بتوزيع 5 مناحل نحل على 15 عضوا في مديرية سجنيتي. أوضح مسؤول الجمعية في المديرية السيد ولدزق تيدروس إن الهدف من البرنامج هو خلق الأرضية للمعاقين لتحسين دخلهم ومعيشتهم من خلال تربية النحل. وحث مدير مديرية سجنيتي السيد عبد القادر حاج علي على استخدام الموارد المتاحة في المديرية بالعمل بجدية أكبر وأن يكونوا قدوة للآخرين. في غضون ذلك قدم خبير تربية النحل السيد مسفن كيداني معلومات أساسية عن المناحل وكيفية استخداماتها. وضح مسؤول قسم التأهيل وإعادة الإدماج في الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب أبراهام كفلزين أنه تم توزيع 100 منحلة حديثة على 20 عضوا في المديرية خلال الأشهر الأخيرة. من جهة أخرى وزعت الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب 10,000 نقفة لكل من 9 معاقين حرب في ضاحية ملبسو في مديرية حلحل. تسببت الأمطار المصحوبة بالعواصف في وقوع أضرار في الأرواح والمباني في مديريتي أغردات وحقات يوم 25 و26 من أغسطس الجاري. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية بأن الأمطار التي هطلت يوم 25 من أغسطس في مدينة أغردات اقتلعت ألواح الزنك من أكثر من 80 منزلا وانهار نحو 30 كوخا وأسوار مدارس ومباني سكنية. وأصيبت فتاة تبلغ من العمر 18 عاما بجروح وتتلقى العلاج في مستشفى أغردات. وذكر مدراء الضواحي تضرر أعمدة الكهرباء وأعمدة الاتصالات لإيريتيل. ولقي رجل يبلغ من العمر 60 عاما مصرعه جراء سقوط صاعقة في قرية علي باناي، بينما أصيب ابنه البالغ من العمر 20 عاما بجروح طفيفة وتم علاجه في مركز عدرد الصحي. ونفقت 50 رأسا من الماعز والأغنام جراء سقوط صاعقة في منطقة شلاب. في غضون ذلك لقي طفل يبلغ 4 سنوات مصرعه جراء صاعقة واحتراق منزل في أشرة
ووقع الأضرار في الممتلكات والمواشي بسبب الأمطار التي هطلت يوم 26 من أغسطس في ضاحيتي حشيشاي وأشرة في مديرية حقات، كما تضررت منازل في منطقة تكرريت في مديرية دقة. عقدت شرطة إقليم عنسبة سمينارا تنويريا لسكان حشيشاي في مديرية حقات. وأوضح قائد شرطة إقليم عنسبة العقيد لبسو تسفى ميكائيل شيم وقيم الشعب التي سمح، داعيا لنقل قيم التسامح والوئام إلى الأجيال وتوظيفها جيدا لمكافحة الجريمة والمخالفات. وشرح مهام الشرطة لمكافحة الجريمة وتقديم المجرمين للعدالة، ولن يتحقق ذلك دون تعاون الشعب، مناشدا المواطنين للعمل النشط لضمان أمن وسلم محيطهم. وأشار إلى دور الشرطة الأهلية في حل القضايا بالصلح خاصة في القرى البعيدة. ودعا مسؤول مكافحة الجريمة في شرطة إقليم عنسبة الرائد ولدو زولدي تجنب المجتمع العادات المتخلفة ومحاربتها بوعي. وقال قائد مركز شرطة حقات الرقيب محمد نور محمد علي إن عدم احترام دعوة الحضور المقدمة من الشرطة والمحكمة والإدارة وغيرها من الجهات الحكومية يعرض للمساءلة القانونية، ويجب الاستجابة للدعوات المقدمة. أنجز 373 شاركوا في الحملة الطلابية التنموية في مديرية أسماط أنجزوا أنشطة ناجحة. وقال منسق البرنامج الأستاذ سليمان محمد إبراهيم إن الحملة نفذت في 8 مراكز في 6 ضواحي، وهي أسندة وروتا وشيكا وقريت وهوش وجرجر وإمبلداي. وأضاف أنه خلال الحملة التي استمرت شهر تم جمع أكثر من 7600 متر مكعب من الحجارة لأرضيات المدارس، وإنشاء 1996 مترا من الحواجز المائية و4590 مترا من المدرجات، وتجهيز أكثر من 900 حفرة للأشجار. بالإضافة إلى ذلك تم توصيل 634 مترا من قنوات السيولة التحويلية و70 مترا من أنابيب الصرف الصحي لمدرسة أسماط الداخلية، مشيدا بالخطوات العملية الفعالة وكذلك التنسيق الجيد. واختتم الأستاذ سليمان كلمته بشكر كل من ساهم في نجاح الحملة، وأعرب عن إيمانه القوي بأن المشاركة المتفانية للطلاب يجب أن تستمر في المستقبل. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا نقلا عن مصدر عسكري بأن مطار حلب الدولي الواقع في شمال البلاد قد خرج عن الخدمة جراء قصف إسرائيلي استهدفه فجرا. وتركزت الأضرار حسب ما قال مسؤول الجاهزية في وزارة النقل سليمان خليل في المدرج الوحيد قيد الخدمة بالمطار، موضحة بأن فرق الصيانة ستباشر عمليات الإصلاح لإعادة المطار إلى الخدمة في أسرع وقت ممكن. وتم تحويل الرحلات المجدولة إلى مطاري دمشق واللاذقية وفق نفس المتحدث. من جانبه قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القصف الإسرائيلي طال أيضا مستودعات أسلحة في مطار النيرب العسكري المحاذي لمطار حلب. التقت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو نظيرها الصيني وانغ وينتاو في بيجين، حسب ما أفادت قناة CCTV الحكومية على أن تجتمع بمسؤولين صينيين آخرين ضمن زيارة قادتها إلى بكين وتستمر حتى الأربعاء بهدف تهدئة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وتعد الزيارة التي بدأتها ريموندو الأحدث في سلسلة من زيارات رفيعة للصين أجراها مسؤولون أمريكيون خلال الأشهر الأخيرة. ويمكن أن تتوج هذه الزيارات باجتماع بين رئيسي البلدين، حيث قال الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا أنه يتوقع لقاء نظيره الصيني شي جين بينغ هذا العام. في هذا الصدد قالت وزارة التجارة الأمريكية أن ريموندو تتطلع إلى إجراء مناقشات بناءة حول القضايا المتعلقة بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتحديات التي تواجهها الشركات الأمريكية ومجالات التعاون المحتمل. استدعت اليابان السفير الصيني للاحتجاج على سيل من المكالمات المزعجة مصدرها الصين تلقتها شركات يابانية بعد بدء تصريف المياه من محطة فوكوشيما للطاقة النووية في المحيط. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن نائب وزير الخارجية ماساتاكا أوكانو أبلغ السفير وو جيانغ هاو
أنه يتعين على الصين إطلاع الجمهور على المعلومات على النحو الصحيح. في الأسبوع الماضي حذرت الصين جميع واردات المأكولات البحرية من اليابان مع بدء تصريف مياه التبريد من محطة فوكوشيما المنكوبة في عملية قالت طوكيو الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إنها آمنة. وقالت السفارة اليابانية في الصين إنها عززت الإجراءات الأمنية خارج المدارس اليابانية والبعثات الدبلوماسية في الصين. قضى 13 شخصا على الأقل إثر هطول أمطار غزيرة في وسط طاجكستان بالقرب من دوشنبه عاصمة هذه الجمهورية الجبلية في آسيا الوسطى، وفق ما أعلنت الإدارة الرئاسية في هذا البلد الذي غالبا ما يتعرض لكوارث طبيعية. وبعث الرئيس بتعازيه لعائلات ضحايا هذه الكارثة الطبيعية التي تعد من بين الأكثر فتكا في السنوات الأخيرة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الطوارئ في طاجكستان لوكالة فرانس بريس إن الأمطار الغزيرة التي هطلت في 27 من أغسطس تسببت في سيول طينية وانهيارات صخرية وانزلاقات تربة في عشرات المدن. وفي فبراير لقي 19 شخصا حتفهم في انهيارات ثلجية في طاجكستان الدولة المتاخمة لأفغانستان والصين. في ختام هذه النشرة فيما يلي تذكير بالعناوين. دورة تدريبية صحية في بارنتو. توزيع مناحل للمعاقين في سجنيتي. الأمطار تحدث أضرار في غردات وحقات. مطار حلب الدولي بات خارجا عن الخدمة بعد قصف إسرائيلي استهدفه. وزيرة التجارة الأمريكية تزور الصين لتهدئة التوترات الاقتصادية بين البلدين. واليابان تستدعي سفير الصين إثر تصريف مياه فوكوشيما. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإذاعية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.